أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامج قعدة جدعان. في البداية لا أعتقد أننا من الممكن نختلف على أهمية دور التعليم في مستقبل هذه الأمة ومستقبل أجيالنا القادمة، لأن الاهتمام بالتعليم من أخطر التحديات اللي بتواجهنا وبتواجه الدولة وجميع أن المدرسين والمدارس في العالم كله. مكان التعليم الوحيد لا يقتصر دورها فقط على التعليم، بل أن دورها أيضا هو تعليم الانتماء للوطن وتعليم القيم والأخلاق والمبادئ، كما أن ترتقي بالوعي والثقافة والفنون والآداب في المدارس، وهي التي يمارس فيها الطلاب كافة الأنشطة المختلفة. أهلا بيك يا يارا. اهلا بيك يا سيدة، عاملة ايه؟ الحمد لله. أهلا بيك يا أستاذ علي الحناوي. اهلا بحضرتك. وأستاذ أحمد حافظ. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك مدرس لغة عربية بمحافظة الجيزة. استاذ علي. أستاذ علي. انا حافظ الجيزه. وحضرتك؟ مدرسه الخديويه الثانويه السيده زينب. ممكن مبدئيا اعرف ايه اللي حببكم في اللغة العربية وبقى اصبحتوا اساتذة فيها؟ والله اللغه العربيه هي اولا كده لغه اي انسان مصري لازم يعتز بالهويه بتاعته بالثقافه بتاعته، فطبيعي ان هو يفتخر بيها. اي انسان في اي دوله في العالم يفقد الهويه بتاعته لو فقد اللغه، فطبيعي جدا ان الانسان يعتز باللغه العربيه. كمان انا كنت محب دايما لقراءه القصص والروايات طول عمري، فده خلاني محب جدا للغه العربيه ومترادفات اللغه العربيه. ممكن اعرف ايه اصراركم انكم تطلعوا مع بعض النهارده مع انكم نفس المجال وفي ما بينكم المفروض منافسة؟ ايه اصراركم انكم تطلعوا مع بعض؟ والله هو التنافس شيء جميل جدا، والتنافس الشريف شيء جميل جدا، بس بقى الاجمل من فكره التنافس هو فكره التعاون وفكره العمل بروح الفريق الواحد من اجل تقديم دعم تعليمي وخدمه تعليميه مميزه لكل طلاب الثانويه العامه. والحقيقه ان انا ومستر علي متفقين على كده وبنعمل بروح الجماعه بشكل مميز جدا بفضل الله. قصدي كمان يا استاذ علي ان المفروض الواحد يظهر نفسه. انتوا انا ملاحظه ان في ما بينكم كيمياء وحب مش طبيعي مع انكم نفس المجال. ده صعب يحصل ما بين ناس في نفس المجال في كل المجالات. هو طبيعي ده بيحصل فعلا، بس مع مدرسي اللغه العربيه الامر مختلف شويه. يعني انا اشتغلت انا واحمد من حوالي 7 أو 8 سنين في مكان واحد، وحتى الناس اللي كانوا في المكان كانوا مستغربين جدا ازاي انا وهو اصحاب وكده، بل بالعكس احنا بنستشير بعض هنعمل ايه لطلابنا وهنقدم لهم ايه افضل وكده. عايز ارجع بس للنقطه الاولى اللي حضرتك اتكلمت عليها، فكره حب اللغه العربيه. اللغه العربيه لو ما اتحبتش المدرس ما يعرفش يشتغلها، ما يقدرش، يبقى مجرد آلة. من ضمن الحاجات اللي حببتني في اللغة العربية كانت حاجة فنية شوية، اللي هو أنا مثلا بحب الشعر جدا، كنت أكتب شعر جدا وأنا صغير وأنا في الجامعة. وكمان لما دخلت قسم اللغة العربية كان الأمر في النحو بقى ده عالمي، فكرة إن أنا أشتغل وألاقي رياضة ذهنية وتعتمد على الفكر، ده علقني بيها أكتر، وبفضل الله يعني ربنا كرمني وبقينا مدرسين لغة عربية. طبعا مرحلة الثانوية العامة دي من أصعب المراحل، تبقى مربية يعني الرعب في البيت في كل البيوت المصرية. أيوة. بيبقى كل البيوت المصرية خايفة من نتيجة، وبيبقى كل الطلاب بيبقوا متوترين، صحيح. لأن تبقى فترة صعبة عليهم جدا. أيوة فعلا. وجه لي بقى رسالة إن أنا بما إن العام الدراسي 23 انتهى، أيوة. ويطمن بقى طيب الأولاد على نتائجهم. أول حاجة خلينا نقول إن الطلبة تعبوا جدا، بس أنا مش هتكلم في حتة التعب والإرهاق دي دلوقتي، هنتقل لمنطقة تانية خالص اللي هي منطقة النتيجة. عندنا هنا في الشعب المصري يا مستر أحمد فكرة ثقافة التنسيق. يعني أنا ما عندناش ثقافة التنسيق، عندنا ثقافة النتيجة. أنا مش مهم ابني يدخل كلية إيه، أنا المهم ابني جاب درجة كام. فكرة بقى إنه يجيب كلية إيه ربنا يسهل بعدها. إحنا محتاجين يبقى عندنا وعي بفكرة التنسيق. يعني إيه تنسيق؟ يعني أنا رقم كام في المجموعة اللي حواليا، مش أنا جبت كام. ودي المنظومة الجديدة اللي بتنفذها. غير إن أنا ممكن أدخل أي كلية، كليات مصر كلها تعتبر كليات قمة. أنا ما أقدرش أقول إن في حد أحسن من حد، بل بالعكس أنا ممكن أكون أحسن حاجة في المجال اللي أنا دخلته. طبعا، بس طبعا لما الطالب بيقل درجات، يعني ممكن يبقى هدفه ان هو يخش جامعه معينه كويس، ويجي على 1% ما يقدرش حلمه يخش الجامعه، ينتهي. الحلم كله بتاعه يروح فجاه. حلو قوي. خلينا نقول ان كل فتره ليها احلامها. يعني كل واحد وهو صغير انا نفسي اطلع طبيب، نفسي اطلع دكتور، طيار، نفسي اطلع كذا. بتختلف مع مر السن. اجي بقى انا في المرحله المعينه اللي لقيت نفسي فيها درجتي مش قادره تكون كذا، ليه لا ان انا ادخل المجال دوت وابقى مبدع فيه. مش كل الناس دخلوا الحاجه اللي كانوا حابينها، لكن في ناس كتيره ارادت انها تبدع في الحاجه اللي دخلتها. مستر احمد اتكلمنا كمان عن حته لا ده كمان في حاجه بقى،
الطالب ممكن يكون معلق نفسه بما يسمى وهم كليات القمه. وهم كليات القمه ده يا جماعه يعني قصدك الاحلام كل الشباب ان هو يدخل كليات القمه طبعا بس. أظن إن احنا مفيش دي حاجة اسمها ثقافة كلية ودي قمة. موروث موجود في صح. طبيعه ابناء الشعب المصري على مر الزمن. ده صح. ان هو في ثقافه كليه القمه، وان انت لو ما وصلتش للكليه دي يبقى انت ما حققتش اي حاجه من امالك ومن احلامك. الحقيقه الكلام ده مش مظبوط تماما، لان في عباقره تخرجوا من كليات احنا ما بنعتبرهاش كليات قمه. في ناس ما شاء الله وصلوا لدرجه رجال اعمال وناجحين في مجالات مختلفه بعيدا عن كليه الطب وكليه الهندسه والكليات اللي احنا فاكرينها ان هي مفيش غيرها. لا، الحقيقه ان الثقافه دي كل طالب ممكن يصنع قمته الخاصه في المجال اللي هو حبه يعني وتخصص قصدك فيه. ان كل واحد ممكن يبدع في المجال اللي هو حبه او متخصص فيه. بالظبط. انا ابني كطالب يدخل كليه هو حاببها وحابب المجال فيها ويصنع قمته الخاصه فيها ويطلع فيها، احسن ما يكون مهندس عادي زي صح. رقم موجود زي ارقام مهندسين لانه كتير هيقدر وأطباء يبذل كتير. مجهود في الماده دي او الحاجه دي اللي هو هو حابب بيشتغلها. بقى حاجه معينه فيصنع مجده الخاص في المجال ده. كمان نقطه كمان لازم مع نهايه العام الدراسي 23 لازم نقولها: الساده اولياء الامور فعلا ليهم منا كل التحيه والتقدير. اولياء الامور طبعا. خصوصا دفعه 23 يا جماعه كانوا ما شاء الله عليهم من اول يوم في الدراسه لحد ما كانوا بينتظروا الطلاب على الباب اللي جنب الورود. يعني قدموا لنا نموذج لرفع الضغط الكبير، رعب الثانويه العامه، كانوا بيحاولوا يخففوه عن الابناء في مشهد بديع. يعني حضرتك شايف ان في ان الواحد يديك بوزيتيف انرجي كده، دي حاجه كويسه بتدعم الطلبه؟ طبعا الضغط العصبي الكبير، وان انت لو ما وصلتش لده يبقى انت خلاص حياتك انتهت وطالب مش موفق وطالب فاشل، ده لا يصح على الاطلاق. لازم ولي الامر يبقى عنده وعي انه او بنته طوال الثانويه العامه من بدايتها لنهايتها، يعني يدعمه طول الوقت. طبعا. احنا كلنا شفنا الرهبه والخوف اللي بتصاحبنا من اول السنه لغايه اخر السنه. ازاي نستعد لثالثه ثانوي ونذاكر فيها كويس؟ ازاي يستعد للسنه الجديده من غير رهبه وخوف وستريس؟ هو الرهبه دي طبيعيه موجوده. ازاي البني ادم يخففها عن نفسه ويحاول يحب الماده عشان كويس. ينتج احسن ما عنده؟ طالب العام الجديد 2024 ازاي يستعد للسنه الطويله شويه اللي هو ان شاء الله داخل عليها؟ ازاي ما يحسش اصلا ان هي طويله؟ طيب، هو الاول خالص خلينا نتفق ان الثانويه العامه وثالثه ثانوي هي عام دراسي زيه زي بقيه السنين، مفيش اي اختلاف خالص عن بقيه السنين. الفكره الوحيده بس اللي مختلفه شويه ان هو عام دراسي كامل. يعني الطالب متعود دايما ان هو في سمستر 1 وسمستر بالظبط. 2. هو هيمتحن امتحان على مدار العام الدراسي كله. ممكن ده يعمل نوع من انواع التراخي شويه عند بعض ابنائنا الطلاب في بدايه العام الدراسي، فيبدا العام الدراسي وهو هادي شويه. هو بيكون خايف كمان علشان دي بتحدد مصير الكليه اللي هو هيدخلها واللي بيحلم بيها من لازم سنين. ينسى الكلام ده، لازم يتابع. ازاي يعمل كده؟ كويس جدا. انا دلوقتي والله في درس لغه عربيه انا درسته النهارده. درس اللغه العربيه ده لازم ابدا تطبيقات عليه مستمر، لازم ابدا تدريبات عليه بشكل مستمر. لو انا يا جماعه خليت تراكمات للدروس لمده شهر لاسبوعين 3 هبدا الاقي نفسي دخلت في دوامه. طب حضرتك انا عايزين روجيتا كده. كويس جدا. لو اتكلمنا الاول خالص على اللغه العربيه. اللغه العربيه لو خدنا مثال مثلا كفرع البلاغه. فرع البلاغه الطالب لو هو متاسس كويس في بلاغه اولى وثانيه عليه من دلوقتي ان هو يراجع دروسه، يراجع دروس البلاغه كويس، يبدا يطبق عليها بشكل كويس قوي، يستعد كويس قوي لان البلاغه دي هي اللي هتساعده طوال العام الدراسي. النقطه الثانيه لو الطالب مش متاسس بقى كويس في فرع البلاغه خصوصا، احنا بنقول له استنى معانا في نهايه الحلقه هنلاقينا محضرين له مفاجاه كويسه قوي ان شاء الله. حضرتك ممكن تقول لنا رايك يا استاذ علي في السنه الدراسيه الجديده؟ عظيم. طالب الثالثه ثانوي اللي خلاص داخل السنه الجديده وهو معبأ بكم احمال وموروثات ثقافيه اللي السنه ديت صعبه والدنيا هتبقى شديده عليه والتراكمات والكلام ده كله. ببساطه جدا وبهدوء، انت عندك درس، انت طبيعي الدرس دوت بتخلص اللي عليك اول باول. ما ينفعش اخلي حاجه النهارده تبقى بكره تبقى بعده، فبعد كده الدنيا الاقيها ايه؟ زادت عليا. يعني اول حاجه لازم نعملها ان احنا بننظم وقتنا، ما اتجاهش اتجاه يضيع كل وقتي وارجع في الاخر الاقي نفسي مرهق جدا. يعني المفروض الطالب ان هو يسال، يعني يذاكر طول الاسبوع لغه عربيه كفروع، يعني ياخد مثلا قصه مع بلاغه
طيب. نحو. يخصص وقت لنفسه المفروض ويعمل ده بشكل ممتاز. كويس. خلينا نقول ان هو كده كده مثلا النهارده عنده درس بلاغه، عنده درس ادب، عنده درس نصوص، هياخد حاجه حاجه واحده واحده ويبتدي يشتغل عليها. الفكره الاهم ان انا اربط الدرس اللي فات بالدرس اللي جاي، دي واحد. اتنين، ما اسيبش الدرس اصلا لما يتراكم عليا، لان انا لما اجي اخد الجديد اوريدي هكون نسيت القديم، يبقى الربط دوت ما حصلش. عندنا مثلا حاجه زي ماده الادب. الادب دوت حاجه جديده على ثالثه ثانوي في طريقه شغلها. طريقه الشغل بتاعت الادب في النظام القديم كان مجرد حفظ صم، ادخل احفظ مدارس ادبيه ويجي السؤال كوبي بيست احطه وخلاص والموضوع انتهى. الموضوع اختلف تماما. كمان موضوع الحفظ طيب، ده ازاي هنرجع الطالب له ممكن يحوله من بالظبط حفظ كده. الفهم. هو الامر كمنظومه اصبح اكبر منه فهم اكتر منه حفظ. يعني ايه اصلا ادب، ويعني ايه مدارس ادبيه، ويعني ايه القصه ديت؟ فكره ادب معناه فن. انا عندي فن وكل واحد بيقدم فنه بطريقه معينه. ادب معناه هو مجموعه الفنون اللي بتتقدم في زمن ما، في عصر ما، وكل حاجه بقى اللي اثرت عليا، الاحداث السياسيه والثقافيه اللي اثرت عليا، وكل فن من الفنون ده اصحابه ابدعوه ازاي، افهم وبعدين اطبق. زمن الحفظ راح. طيب تمام. في طلاب بيذاكروا المادة مثلا 7 ساعات 3 ساعات، في كويس. ناس يعني في طالب بيذاكر المادة 3 ساعات وفي طالب بيذاكر المادة أكتر من بيعدي وقت كتير. طيب ده ذكاء من الطالب ولا أوكي. طيب خلينا المشكلة بتبقى فين؟ حلو قوي. المنظومه الجديده بتعتمد على الكيف مش الكم. كان زمان انا بعتمد على الكم، كل ما احفظ، كل ما اذاكر، كل ما اعيد وازيد واكتب اقدر اكتب. الامر اصبح كيف. يعني ايه كيف؟ يعني انا عندي قاعده محتاج اطبق عليها، يبقى انا كده اعتمد على الحفظ ولا على الفهم؟ على الفهم. انا لو عندي القاعده دي، انا مثلا عندي سيم قاعده ثابته، لو جالي اي سؤال مهما كان عدده وخلاص انا فاهم القاعده هقدر احل عليه. يبقى اهم حاجه مش احفظ القاعده، اهم حاجه انا اعمل ايه؟ افهمها. حتى في الادب اصبح فهم. انا لو فهمت الحدث معين هقدر اشتغل عليه. صح. الجو بتاع النص نفسه، الجو بتاع المدرسه الادبيه، فكره الناس ديت عايزه ايه، ابتدي بقى اول ما احل هلاقي الدنيا مبسطه اكتر منها كونها حفظ. ممكن حضرتك توجه رساله لاولياء الامور ازاي يمهدوا ويهيئوا الجو لمذاكره الطلاب عشان كمان يقدروا يعدوا السنه دي بشكل كويس؟ اولياء الامور عليهم اكتر من 50% من شغل الولد او البنت. ازاي؟ انا لو حطيت الولد في المنطقه بتاعت انت لو ما حققتش مش هتعرف تعمل، خلاص بلاقي نفسي متوتر، مش قادر احقق دوت، مش قادر اعمل ده. فكره الضغط العصبي اللي احنا كنا بنتكلم عليه بتبقى شديده جدا. ارفع الضغط العصبي عن ابنك في المرحله الثانويه، ده بقى خليه يؤدي. خليه هي يبدع، سنة. خليه طب مرتاح. أخي انا طالب عليا ستريس وعليا خلاص ضغط من اهلي، جميل. ازاي انا اخرج من الموضوع ده بنفسي؟ الطالب لازم يفهم زي ما اتفقنا، هي عام دراسي زي كل الاعوام. فكره ان الطالب يكون فاهم القاعده كويس جدا لكن لا يوجد التطبيق، دي نقطه طلاب كتير غفلانين عنها في النظام الجديد. الطالب بيبقى فاهم القاعده كويس جدا وخارج من الحصه حاسس ان هو كويس جدا، ويجي يحل ما يعرفش. لما يجي يحل خالص. لازم يحل مره واثنين وثلاثه، ويغلط مره واثنين وثلاثه. ودايما نقول لطلابنا اغلطوا معانا يا جماعه اثناء العام الدراسي، اغلط وعيش حياتك زي ما انت عايز، علشان لما نروح وقت الامتحان بقى بجد تبقى خلاص بقى مفيش بقى غلطات. خلاص بقى نسبه الخطا دي تقل جدا. طيب عايزه بقى اسال حضرتك سؤال. اصعب حاجه في اللغه العربيه هو النحو، تمام. وطبعا بيبقى عليه اكبر نسبه درجات او مجموع في الامتحان. طب اشمعنى ماده النحو بس هي اللي اعلى درجات؟ طيب الاول خلينا النحو نتكلم كده من جزئيتين. الجزئيه الاولى، ليه النحو عقده عند معظم الطلاب، وحبب بقى ازاي الطالب فيه، يعني ونحل العقده دي ازاي، او نفهم الطلاب بتوعنا هم ليه بيدرسوا وبعد نحو. اذن حضرتك ليه النحو موجود في اللغه العربيه؟ طيب ناخدها واحده واحده. تمام. الاول الموروث هو اكتر حاجه مؤثره في النحو. الطالب وهو صغير مثلا هو اساس اللغه العربيه ابتدائي، تمام، النحو. اخوك كبير يقول له يا انت هتبدا تدرس نحو يا عيني، لا حاجه صعبه. فتبدا تنمى العقده وتورث العقده عند الولد من وهو بيبدا في دراسه النحو من البدايه خالص. فخلينا نتاكد ان الموروث ده اصلا موجود في معظم الاسر، من صاحبه، من اخوه الكبير، من حد من قرايبه، من حاجه. اول خطوه للحل ان الطالب لازم ينتزع العقده دي بنفسه، هو اللي صنع العقده وهو القادر على انتزاع هذه العقده. النحو يا جماعه هو رياضه عقليه. النحو من غير النحو لا هتعرف، لا يستقيم مثلا قراءتك للقرآن الكريم،
مش هتفهم عبادتك ماشيه ازاي، مش هتعرف تدعو ربنا بشكل كويس وانت مش فاهم لغه عربيه اصلا. فلازم الطالب يدرك النقطه دي، قيمه النحو الدينيه. النقطه الثانيه زي ما بدانا كده في اول الحلقه وقلنا ان النحو مهم جدا جدا جدا، او اللغه مهمه جدا كهويه ثقافيه لينا. لازم الواحد يفتخر باللغه بتاعته. الانسان لو فقد لغته فقد الهويه بتاعته يا جماعه. يعني احنا في دنيا العولمه اللي احنا عايشينها، صح. في طغيان ثقافي كبير جدا جدا جدا, جداً. لازم نعلم اولادنا ان هم يتمسكوا بثقافتهم. لان كمان الجيل الجديد معتمد اكتر على الانجليش يعني وعلى المواد التانية. مصطلحات ما عندناش كتيرة مش اي موجودة في مشكله اللغة خالص العربية. ان هو يتعلم لغه تانية ولغه ثالثه وان هو يبقى مثقف جدا، لكن في نفس الوقت لازم اهم واحنا حاجة مهتمين. يدرس المادة بتاعته. طبعا اللغه الأساس. اللغه الاصليه واللغه الام اللي هو اللي يدرس بيها ويتعامل بيها وبيها. هو اكبر كاتب في الدنيا، اكبر مؤلف. هل يقدر يكتب حاجه من غير؟ هل ينفع رساله ماجستير او رساله دكتوراه يبقى فيها اخطاء لغويه؟ لا ما طبعا. ينفعش. ده تراجع مراجعه شديده جدا. فاللغه هي حياتنا. اللغه دي كبسولة، بالظبط كبسولة زي اللغة العربية. بالظبط كده. ممكن استاذ علي برضه يوضح لنا قيمه النحو. قيمه النحو. طيب خلينا نقول، بس هاخد حاجه من جزئيه مستر احمد وهجاوب استاذه يارا. احنا اصلا ليه بناخد نحو في حياتنا؟ صح. طيب الجزء الاول مستر احمد قال ان احنا ده نوع من انواع الهويه. الناس فاكره ان النحو ده مش هنستخدمه خالص، رغم ان احنا لو افترضنا ان حضرتك اعلاميه بسم الله ما شاء الله جميله، هتحتاجي ان حضرتك وانت بتتكلمي الكلام يكون موزون ويكون او متزن. مخارج الالفاظ طبعا. تعال نشوف بقى كم المجالات. لو محامي محتاج يترافع بشكل شيك وبألفاظ مظبوطه. اعلامي قلناها. لو مراجع لمثلا ماده بحثيه معينه ماجستير او دكتوراه لازم تراجع. طب نيجي للجزئيات الثانيه بقى. لو انا طالب علمي، لو انا كليه هندسه، لو انا اخد نحو اعمل بيه ايه؟ يعني بغض النظر بقى عن القران الحمد لله مشكل وبنحفظه وسماع وكده. تمام. خلينا نتفق ان العمليه التعليميه قايمه على استنباط وفهم وحل مشكله. بمعنى ايه؟ هو انا ايه باخد نحو ليه؟ طب هو النحو ده صعب صح؟ حلو. طبعاً. يعني النحو ده صعب بيحطك في مشكله، رغم انه مش صعب. انا متحفظ يعني هو على هو كلمه ماشي. طبعاً. حتى لو طبعاً حتى لو بقلب مش صعب، قوي. نسبة كبيرة آه. من بس الطلاب بس صعب. الغلطه منه بتنزل درجات كتير. طب خلينا نقول حاجه مهمه جدا. انا كطالب، مش انا دلوقتي كطالب محتاج ان انا اقيس معايير معينه عند الطالب، او انا كمعلم محتاج اقيس اعرف بيفهم ازاي بيحل ازاي. هي رياضه تطبيقيه بحته. انا دلوقتي ايه فايده الكيمياء؟ وانا لو انا دلوقتي درست كيمياء وانا صغير وانا مدرس عربي، انا دلوقتي مستفيد بالكيمياء في ايه؟ طب مستفيد بالفيزياء في ايه؟ في الرياضه انا دلوقتي بروح احاسب في اي مكان بقول له لوغاريتم واحد يساوي زائد ما بقى. انا ليه بستخدم النظريات ديت؟ عشان اقيس مدى قدرات الطالب. قيس حته فهم، القدرات العقليه، حته حفظ، حته كذا. جزء. وزادت أيوة، هي ثقافة البني آدم، زادت وكمان الثقافة بتبقى الذهنية. مربيه أنا عايز- عقده عند الطلاب الماده دي. العقده يعني ديت احنا في ثالثه ثانوي هو الوقت المناسب ان العقده تتفك. تخيلي بقى في ثالثه ثانوي. في ثالثه ثانوي. طيب. ليه؟ طريقه التعلم. ومش بس كده، انا في ثالثه ثانوي باخد النحو كله من اول رابعه ابتدائي صح. لحد ثالثه ثانوي. طب انا فيها ايه؟ ما هو المستر بتاع حضرتك هيشتغل درس. انا فيها ايه لو فهمت درس وحليت عليه؟ اتفقنا؟ هقول لك حاجه ظريفه جدا. انا كنت مثلا الانجليش ما كنتش بحبه وانا صغير، وكنت يعني متوسط فيه. وبعدين ببساطه جدا عرفت مفاتيح الانجليش ايه. انا محتاج احفظ كلمات، محتاج اشتغل شويه على الجرامر. حفظت، لقيت نفسي بقى مره مع مره بزيد. يبقى انا حطيت نفسي جوه عقده الانجليزي، فاشل نفسي بجهدي. هو المفروض حطيت النقطه اللي احنا بالظبط قلناها كده. انتزع العقده بنفسك. انتزع العقده تمام. بنفسك. طب ممكن ادي نبذه للطلاب في الاجازه، يعني ممكن يعملوا ايه مثلا عشان يقووا نفسهم في النحو؟ طب خلينا متفقين ان هو مفيش اجازه خلاص، يعني هو كمان اسبوعين هو كمان اسبوعين المفروض هيشتغلوا يعني هو وهيبداوا. يعني الطلبه دي يعني يعني في الفتره دي في الفتره ديت يجهز نفسه نفسيا. احنا عايزينه علميا احنا هنجهزه. بس خلاص. يعني هو نفسيا يهيئ نفسه ان انا محتاج بس اشتغل على نفسي، مش محتاج ان انا اقلق اخد الحاجه ذاكرها. اما علميا ديت بفضل الله يعني مدرسين مصر كلها في العربي يعني ممتازين. تمام. بالنسبة للطلاب الإعدادية طالعين مرحلة جديدة، مرحلة الثانوية العامة، إزاي يتعاملوا مع أولى ثانوي؟ إزاي يتعاملوا طيب. أصلا مع الثانوية العامة من بعد ما خرجوا ولقوا الوضع مختلف جدا؟ خلينا متفقين ان اعداديه، اوكي الاعداديه اساسها الحفظ. تمام. جزء قليل جدا يعني ممكن يكون معتمد على الايه؟ معتمد على الفهم. الموضوع اختلف تماما في اولى ثانوي. كل الموضوع قايم يا مستر احمد على الايه؟ على الفهم. اللغه العربيه لو خدناها كده بنسب
هنقول اللغه العربيه في المرحله الاعداديه ممكن يكون 70% حفظ خالص. تمام. حتى بعض المدرسين الافاضل يعني في فرع زي فرع التعبير ممكن يحفظ الولد موضوع التعبير بتاعه، فالولد صح. بيكون متجه للحفظ جدا، و30% فهم. ممكن اعرف ممكن نقدم ايه لطلابنا علشان نساعدهم؟ يقدروا طيب يذاكروا هو الاول ونساعدهم؟ لازم يفهم طبيعه اللغه العربيه في المرحله الثانويه. اللغه العربيه في المرحله الثانويه 90% مثلا منها يعتمد على الفهم الكامل، و10% بس هو ممكن يكون حفظ فقط لا غير. فهو لازم يفهم ده، لازم يفهم ان التطبيق ده مهم جدا جدا بالنسبه له. طب نقدم- عايزه بقى نصيحه أوكي. للطلاب اللي مقبلين على السنه الجديده. نصيحه للطلاب المقبلين على السنه الجديده: اخرج من عباءه السنه الجديده. اولى ثانوي ولا ثالثه ثانوي؟ لا ثالثه ثانوي. ثالثه ثانوي. اخرج من عباءه ان احنا في سنه مرعبه. الرهبه ديت صعبه جدا، مش موجوده. وعايز اقول حاجه اخيره جدا، ان شاء الله احنا بنقدمها لطلاب الحدث ولطلاب مصر كلهم. ان شاء الله يدخلوا على صفحاتنا، وباذن الله مستر احمد احنا عاملين كورسات وفيديوهات للأسف متنوعه. وقت حلقتنا انتهى، وان هيكون شاء في الله رضا. دي مش هتكون اخر حلقه، لا، لان بإذن الله اسئلتنا إن شاء لسه الله. ما انتهتش تمام. نحو التعليم. بشكر حضرتك احنا استاذ علي سعداء كنا الحناوي، معاكم والله، ربنا بشكر يخليك. حضرتك سعادة استاذ بيك يا احمد أستاذ. حافظ ربنا يخليك. مدرسين لغه عربيه. اهلا وسهلا سعدت بحضرتك. جدا بوجودكم ربنا معانا. يخليك، واحنا كمان كنا سعداء جدا. نشوفكم في حلقه جديده، مع السلامه. كويس.